المبلغ كام كله بالفوائد؟ 2 مليون دولار، وتحت بقى ال 5% حوالي 300,000 350,000 دولار. 2 مليون و300 الف دولار تقريبا. حوالي تقريبا. تقريبا. هل النادي البرتغالي هيشارك في الدفع ولا كهربا اللي هيتحمل ال 100 مليون دول؟ يمكن انا قلت ان الحكم بالتضامن والتضامن على الطرفين. بمعنى اولا الاول كهربا يدفع نص الغرامه. وبعد كده نشوف النادي، نبدا نجري ورا النادي على اساس السداد، لان النادي موقوف 3 فترات خير، يعني النادي افيس معاقب اكثر من كهربا. هل خطبتهم ممكن يدفعوا؟ ممكن طبعا ان شاء الله. والنادي الاهلي ممكن يدفع؟ لا انا بتكلم عن كهربا يا احمد بيه. كهربا. لا يعني ما كهربا بيلعب في الاهلي ملوش علاقه؟ لا الاهلي ملوش علاقه، مش طرف في الحكم. مش طرف. لكن الكهربا عنده استعداد زي ما حضرتك بتقول ندفع جزء او نص. طبعا. لا بعد ما لعب امبارح المساله بالنسبه له بقى فيه يلا ندفع للكهربا. طبعا تيجي الدنيا عند الكهربا ان هو يدفع، ولكن النهارده سياسه الفيفا ان هي ما توقفش اللاعب اكتر من كده. هيجيب الفلوس منين؟ إيه؟ مش لازم يلعب. نعم. ده اللي انا بقوله برضه. نسيب اللاعب يلعب، نخلي الكهربا يلعب عشان يجهز فلوس. عقده يتظبط، مرتبه يزيد، دخله طبعا. مش كده؟ طبعا. يعني هو معهوش كهربا دلوقتي، معهوش فلوس؟ ايه؟ ان شاء الله هندفع يا احمد بيه ان شاء الله. عايز تدفع بس عشان كهربا يلعب اللي عمله امبارح ما شاء الله يعني، فاحنا عايزينه يستمر في ده. توفيق من عند ربنا والحمد لله رب العالمين. قال لك ايه بعد الماتش ولا ما شفته؟ لا طبعا، ازاي ما شفتوش؟ كهربا يعني بيكلمني باستمرار، وكلمني بعد الماتش واتناقشنا واتكلمنا. قال لك ايه امبارح على الماتش على اهداف؟ توفيق من عند ربنا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. هيلعب في كأس العالم للأندية ولا لسه الموضوع ده ما؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. لا متأكد؟ ان شاء الله يا فندم. هيشارك؟ ان شاء الله. يعني هيبقى في قائمة الأهلي؟ ان شاء الله يا فندم. هو فعلا ارسل قائمة الأهلي وكهربا موجود في القائمة. فمشاركته واردة ان شاء الله من غير مؤاخذة. ممكن يلعب اول ماتش امام اوكلاند. يا رب. لا تفاؤلك ايه؟ متفائل ولا لا؟ متفائل جدا جدا. متفائل جدا. هل في لسه جلسة استماع الفيفا؟ انا مش عايز اتكلم في جلسة استماع دلوقتي خالص. لان دي بيديرها محامي دولي. وطبعا احنا متفقين احنا ما بنتكلمش في موضوع خالص. مش عايزين نسبق الاحداث في موضوع خالص دلوقتي. هي يوم كام؟ يوم 2/2. 2 فبراير اللي جاي ان شاء الله. دي يعني طيب خلينا طالما حضرتك مش عايز تتكلم فيها فخلاص. فانا بشكرك شكرا جزيلا استاذ اشرف عبد العزيز محامي كهربا.